السلام عليكم، كاملين بكم. غتكونوا شفتوا هذا الفيديو هاد الايام. يا خونا اخرج منا هو هادو سيدي قال لك هما العسكر او القوات ديال بوليزاريو، وهما اللي غادي يواجهوا المغرب. كيف كتسمع كما كيقولوا حنا مخلوعين منهم. في الاول كيبان لك بحال شي مشهد في شي فيلم كوميدي، وهذا الشيء كامل نعطي واحد النبذه صغيره. شكون هما البوليزاريو؟ البوليزاريو هي حركه انفصاليه تابعه مجموعه من القبائل اللي طلبت الاستقلال ديالها على المغرب، وبغاو يديروا دوله خاصه بهم. البدايه ديالهم كانت السبب ديالها هو الاستعمار الاسباني والفرنسي للمغرب. من بعد استقلال المغرب من فرنسا بقات المناطق الجنوبيه تحت الاستعمار الاسباني، وبقى المغرب مقسم. هنا فكروا ديك الخونه في المناطق الصحراويه بالانفصال، وحسوا براسهم باللي انهم منفصلين على المغرب وخاصهم الدوله ديالهم بوحدهم. وحتى موريتانيا طمعت في الصحراء، قالت خاصها حقها. كما قلنا جنوب المغرب طمعت فيه موريتانيا، وشويه ديال الناس بغاو يديروا الدوله ديالهم بوحدهم. المغرب قال واش كاينه السيبه؟ والمغرب هنا كندويو على مملكه العمر ديالها اكثر من 12 قرن. الجزائر وموريتانيا بحال ولادها. هنا دخلت الجزائر، ضمت عندها ديك البوليزاريو ديك الخونه، عطاتهم واحد المنطقه تندوف، عدلت لهم الخيام وبدات كدعم. البوليزاريو ونسات الخير ديال المغرب. الجزائر وليبيا هما الداعمين الاولى يدعموا البوليزاريو. كيف ما قلت لكم هاد البوليزاريو عايشين في المخيمات في تندوف، ما عندهم لا ضوء لا ماء لا مطارات لا ادارات لا والو، حتى شي حاجه اللي كتدل على انها دوله. هادشي كامل طامعين باش يتحاربوا مع المغرب، ونساو باللي المغرب اللي انها دوله ومملكه. وبصفه اخرى الجزائر هي اللي دايره هادشي كامل ودايره البوليزاريو في الواجهه، والجزائر هي اللي كتدعمهم في كل شيء. اي حاجه بغاو كتعطيها لهم الجزائر، كتدعمهم في الاسلحه في اي حاجه بغاوها. حاضرونا اخواني، حاضرونا. لا ما حد ما يعطينا طريحه لا في 63 ولا في 99. هذا كابوس نتاع تاريخ. احنا نفضل نسامح، ندور الاوراق. المغرب دافع على الصحراء ديالو وضم لعنده، والجزائر دات الخونه البوليزاريو كتسعى بهم. قول لي كيفاش كتسعى بهم؟ كتسعى الدول الاوروبيه باش يعطيوهم الدعم توصلوا البوليزاريو. يقدر بالصدفه يكون كتفرج فيا شي جزائري، ولكن ما خصكش تقلق، لانني مستحيل نكون حيادي في هذا الموضوع. لانني الا كنت حيادي غتكون خيانه للوطن، لان المغرب مملكه كتمتد من طنجه للقوير. مؤخرا كنشوفوا بزاف ديال الفيديوهات العسكر البوليزاريو، هادشي كامل غير باش يستفزوا المغرب، ولكن غير كيديروا الضحك في راسهم. والاعلام الجزائري فرحان بهم وكيصوروا. نرجعوا للجزائر. الجزائر هي دوله غاز، الا بغينا نقارنوها بينا وبين المغرب غنجبروا المغرب هارب عليها بزاف د الحاجات اقتصاديا في كل شيء. البنيه التحتيه هما ضعيفه عندهم بزاف، الاقتصاد ديالنا كبير على ديالهم بزاف، وزيدوا. علاش هما ما خدموش على راسهم وبقاو مقابلين البوليزاريو وكيسعوا بهم؟ مع العلم الجزائر خاصها تكون اغنى دوله في افريقيا، ولكن للاسف هما كيديروا الصف على السكر والحليب والمواد الغذائيه. وشوف واش يوصلك الصف ولا ما يوصلكش. ديروا مقارنه مع دوله عربيه. الجزائر دولة عربية وقطر دولة عربية. الجزائر دولة غاز وقطر دولة غاز. قطر وصلوا تقدموا والجزائر بقى اللورة. قطر نظمت كأس العالم والجزائر نظمت مباراة ديال بوليزاريو، وعلى ديك المباراة ديال بوليزاريو الجزائر دارت فضيحة كروية، لأن الفرقة ديال بوليزاريو تكونت في 4 أيام. 4 أيام داروا فيها فرقة ودبروا 25 لاعب و26 لاعب. ديك اللاعبه ديال البوليزاريو حتى شي واحد فيهم ما متندوف. اللاعبه كانوا كيدويو بالفرنسي وحتى شي واحد فيهم معروف. كما كنعرفوا الجزائر شحال هذه في الكره كانت هي الاولى في افريقيا، كدي بطوله كاس افريقيا، كتاهل كاس العالم، فيما كانت شي بطوله كتاهل ليله. مؤخرا كنشوفوا الجزائر راجعه للور. علاش؟ بقاو مقابلين بوليزاريو، كيدعموا البوليزاريو باش يوريو البوليزاريو للعالم، ولكن هما نساو راسهم ورجعوا للور. هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى نكونوا قدمتكم ولو شويه الاستفاده في هذا الفيديو، لان الفيديو على السريع وديو غنشوف ديك الفيديوهات بحال اللي كيستفزوا المغرب. قلت ندير شي فيديو صغير حتى انا، ولا كان شي جزائري كيتفرج فينا سموحات. وتذكروا ديما لا خير في امه تجهل تاريخها. ان ينصركم الله فلا غالب لكم. الله في راسكم.